اكو انسان من ينولد سادي. شنو السادي؟ السادي هو الانسان اللي يستمتع بتعذيب الاخرين. خلي اقول لك فرد شيء. شايف مرات اكو البعض يتعذب، يتمتع من يعذب قط بزونة، نقول بالدارج العراقي، يستمتع بتعذيبها بالشارع من تبهين الذولة. مثلا يوقفون 5 كل من لازم طابوقة ويضربون الحيوان ويضحكون لحد ما الحيوان يموت. شايف يتشاء؟ مثلا ابنك في مدرسة يدخل لك للبيت تلقى عليه آثار الضرب. ايش بيك ابني؟ يقول لك أصدقائي بالمدرسة 6 5 اجتمعوا علي وظلوا يضربون بي ويستمتعون بالضرب، يضحكون ويضربوني. هي هاي السادية. شايف مثلا بنتك أو أختك تجيك مزورقة، لتشبيك بابا؟ تقول لك ما أدري، طب علي، لزمني، ضربني لحد ما ارتاح. أكيد مارين بهاي المواقف أو سامعين بيها. هاي السادية. أكو أشخاص يستمتع بتعذيب الآخرين. أجمل شيء عنده من يأذي إنسان ويشوف الإنسان اللي قدامه شلون يتلوع. الله، ذولا مع شديد الأسف إحنا كمجتمع ما نتخذ ضدهم إجراء أبد. ولو أن القانون أعاننا، الوجهاء وكبار السن أنا متأكد يقفون ضد العنف، بس اللي شوية دا يقصر ويانا مع الأسف القانون. وإحنا تدري بينا نريد دولة قانون، ما نريد المجتمع عنيف ومضطرب. فلا بد على أصحاب القرار أنه ينظرون في هذا الموضوع. لا بد أن يكون أكو قانون يحاسب الزوج الذي يضرب زوجته إلى حد أن يجرم بها. قانون يحاسب الشخص حتى لو كان عمره صغير لكن يضرب صديقه ضرب مبرح. لابد اكو قانون واكو رأي عام ينبذ هذا الشيء.